السر اللي كيخلي الدجاج انه يجيكم مدغمر ومحمر بحال ديال العراسات. اليوم غتعرفوا معايا في الفيديو الطريقه ديالي اللي كنحضروا بها، كيجي لذيذ وغادي يعجبكم انا متاكده. اول حاجه عندي هنا واحد الحبه ديال البصل، كنحاولوا اننا نقطعوها. من بعد غادي ندير هنا 5 ضروس ديال الثومه، عندي واحد الحامضه مصيره كديروا اللب ديالها، وعندي هنايا ربيطه ديال القزبر والمعدنوس، عندي هنا 2 كؤوس ديال الماء. غادي نديروا الكل في طحان البنات في الخلاط الكهربائي، وغادي نطحنوا الخليط ديالنا. كيف ما كتشوفوا الخليط خصو يجي على هذا الشكل. وهنا كنبدا ندير العطريه، درت هنا 2 معالق صغار ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال البزار، ودرت 2 معالق صغار ديال الخرقوم البلدي. غادي ندير هنايا 2 ضمات ديال الزعفران الملون، يمكن لكم تستغناو عليهم الا ما بغيتوش ديروهم. هنا درت 4 معالق ديال الملحه. بالنسبه للملحه حاولوا انكم البنات ما تكثروهاش او ما ديروهاش بالمره، حيت الدجاج كيكون مالح. باش ما يجيكمش الدجاج ديالكم مالح دائما الملحه خليوها حتى للاخير وضيفوها من الاحسن. انا هنا كنت عارفه القياس، داكشي علاش درت 4 معالق ديال الملحه. هنا كيف ما كتشوفوا الدجاج كنحاول انني نثقبو ونبدا نشرمل فيه باش تدخلوا العطريه في الصدر. ضروري انكم تثقبوه بواحد الموس. وكيف ما كتشوفوا راني ما درتش العطريه ديال الدجاج في الاول بسيبيسه وقع خله، خليتها حتى للاخير، حيت هنا رقدت الدجاج ديالي خليته تقريبا 1 ساعه مرقد في ديك العطريه. الا كان عندكم الوقت خليوه ليله كامله احسن، كيجي لذيذ. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد غادي نحيدوا داك الدجاج من ديك التشرميله، وغادي نوضعوا في واحد الطنجره، وغادي نضيف ليه واحد الحبه ديال البصل اللي شلطتها في الهاشوار. الا بغيتوا التغميره اكثر راه كتضاعفوا البصله. هنا كيف ما كتشوفوا درت معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج بسيبيسه وقع قله، ودرت واحد الملعقه كبيره ديال السمن. وغنخليو الدجاج ديالنا يتشحر تقريبا واحد 10 دقائق. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نحرك فيه واحد شويه. من بعد غادي ناخذ واحد الكيردون وغادي نبداو نثقبوا في الدجاج ديالنا باش ما يطرطقش معانا، باش ديك الجلده ما تطرطقش. انا من بعد ضفت شويه ديال الماء اللي كيكون مغلي، تقريبا واحد جهد 3 الكؤوس ديال الماء اللي كيكون مغلي. وغنخليو الدجاج ديالنا يطيب. هنا من بعد ما كيبان لكم الدجاج انه قرب يطيب البنات، كتضيفوا العنق والقنصه والقلب اللي كتقطعوهم قطع صغيره، اللي وايضا كتغليوهم في الماء اللي كيكون مغلي. من بعد ضفت شويه ديال الزعفران وخليت الدجاج حتى قرب يكمل الطياب ديالو. غادي نضيف ليه هنايا تقريبا نصف كأس ديال الزيت الزيتون مخلط مع زيت نباتيه، وغنخليه يغلى واحد 10 دقائق. بالنسبه للزيت علاش ما كنضيفوهش في الاول؟ باش الدجاج كيشرب ديك العطريه. الزيت ما كيخليش الدجاج انه يشرب العطريه، داكشي علاش كنخليوه حتى الاخير وكنضيفوه. هنا من بعد البنات كنضيف الكبده، كنخليها هي الاخرى عاده كنضيفها. وكنديروا عافيه اللي كتكون مهيله، وكنخليو التغميره ديالنا تدغمر. هنا من بعد مباشره كناخذوا داك الدجاج وكندهنوا بواحد الملعقه كبيره ديال الزبده اللي كنخلطها مع معلقه صغيره ديال الهريسه، وكندخلو الفرن. بالنسبه للهريسه البنات كتخلي الدجاج ديالنا انه كيجي محمر، كتجي فيه واحد التحميره زوينه. هنا البنات مره كتبقاو تخلطوا التغميره ديالكم، ضروري انكم تبقاو تخلطوا فيها باش كتغمر معكم. هذا هو السر اللي كيخلي التغميره انها تجيكم معلكه، انكم تبقاو تخلطوا فيها مره كتبقاو تخلطوا فيها والعافيه تكون مهيله. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تحمر ليا الدجاج غادي نقدمو. كيجي واحد الدجاج رائع البنات، كتجي واحد التغميره معلكه ولذيذه في المذاق. انا متاكده انها غتعجبكم الا جربتوها بالطريقه ديالي، حيت كتجي لذيذه. وطلبتوا مني بزاف هاد الدجاج وقلتوا لي اني نشاركو معكم بالطريقه ديالي، ولبيت لكم الطلب. غادي تجربوه وغادي تشكروني عليه انا متاكده، حيت كيجي لذيذ وبنين وساهل كيف ما كتشوفوا معايا، ما معقدش. وغنقول لكم بالصحه والراحه الى الفيديو المقبل.